كل الناس كده شايفة الشير سكرين. في حد عنده مشكلة في الصوت؟ طبعا الصوت مش هيبان، بس الشير سكرين تمام يعني. تمام كده يا باشمهندس. تمام. طيب احنا زي ما كنا قايلين الكورس طبعا هيبدأ السبت الجاي. بس السيشن دي سيشن تعريفية بالكورس كده. لو حد يعني هنتكلم اكتر عن الكونتنت بتاع الكورس. لو حد عنده اسئلة في الكونتنت، في اجزاء مثلا مش واضحة او مش مفهوم بالظبط ايه اللي هيتشرح هنا. خصوصا لو حد ما عندوش باك جراوند في الروس يعني. آه، ف يعني قلت اعمل السيشن دي بحيث كمان لو في اسئله. خلينا نبدا، ولو كده كده في حد مثلا هيدخل بعد كده او ما دخلش، ممكن يبقى يسمع الريكورد. احنا كده كده هنبعت الريكورد بتاعها على الجروب يعني. طيب خلينا نبدا. اعرف نفسي بس الاول. انا كرولوس فكري، روبوتكس انجينير او سوفت وير روبوتكس انجينير في شركة ارك روبوتكس. هي ليها كذا فرع. انا شغال في الفرع بتاع تركيا. تمام. اكسبيرينس سنتين في المجال. آه، يعني فاتح من ساعة تقريبا ما فتحت القناة وانا بدي كورسز، وفي نفس الوقت شغال على روبوتس يعني. كنت منتور لكذا مشروع تخرج. طلبة شغالين على مشاريع تخرج طبعا كلها ريليتد بالروس والاوتونوموس روبوت. ثانية بس، في حد عايز يدخل. تمام. والكورس اللي احنا عاملينه ده اوريدي احنا عملنا منه نسخة قبل كده يعني. كان في كورس اولاني. ف والحمد لله يعني لقيت الناس استفادت وعجبها الموضوع وفعلا ابتدوا يشتغلوا بالروس يعني، والكلام اللي شرحناه. فقررت اعمل منها فيرجن تاني وزودت شويه في الكونتنت. حتى لو الناس بصت هتلاقي في اجزاء مكتوب عليها نيو في البي دي اف. الناس يعني اللي قرت البي دي اف اللي فيه الكونتنت بتاع الكورس. دي بارتس ما كانتش موجوده في الكورس الاولاني، فانا ضفتها بحيث يبقى الاستفاده اكبر كمان. هنتكلم عنها برضو دلوقتي. تمام. آه، طيب الكورس بتاعنا ده الاوتلاين بتاع الكورس بتاعنا ان هو هيبقى عبارة عن تقريبا 9 موديولز. يعني في اجزاء ممكن نزودها في النص تبقى سيشنز، حاجات مثلا نتكلم عن انستوليشن خاص بحاجة مثلا بالراسبري باي، او نتكلم ازاي نشغل روس مثلا على مايكرو كنترولر زي الاردوينو ونربطه بالهاي ليفل سيستم. هنفهم الفرق دلوقتي بين الهاي ليفل واللو ليفل، هنحاول نوضحه يعني. بس يعني مبدئيا ده الاساس بتاع الكورس بتاعنا. الكورس اساسه كله سيميوليشن. تمام. يعني احنا المفروض الفاينل بروجكت من الكورس ده انك هتقدر تعمل اوتونوماس موبايل روبوت. تمام. تعمل له الموديل بتاعه في جازيبو، تقدر تشغله ويقدر ينافيجيت اوتونوماسلي وتبقى برضو طلعت بجزئيه يعني. دي اللي انا ضفتها، اللي هو في موديول 9، ان احنا ضايف جزء بتاع الاو او بي والبوينترز بالسي بلس بلس. ان انت مش بس هتقدر تكتب نود بابلشر وسبسكرايبر مثلا. في حد بيحاول يدخل كل شويه ويطلع تاني. ماشي. فزي ما كنت بقول، مش ان انت بس تكتب نود مثلا بالروس، او تخلي النود دي تبعت داتا لنود تانية او كده. لكن احنا مثلا ان انت لو عايز تعمل لايبراري مثلا، لايبراري باكج تكون لايبراري روس، بحيث ان انت تستخدمها بعد كده مثلا كروبوت مانجر، تعمل بيها حاجة او تعمل بلوجن بيها، بحيث تبقى يعني الموضوع يبقى ادفانسد اكتر من حتة ان انت يا دوب بس تقدر تكتب
بابلشر وسبسكرايبر. خلينا نتكلم في كل موديول كده. يعني هنعمل فيه ايه. عندنا طبعا موديول 1 ده هيبقى انترودكشن عن الروبوتكس والابلكيشنز بتاعتها. تمام. هيبقى فيها اوفر فيو عن الروس سيستم. ممكن نتكلم شويه عن الفرق في الاركتكتشر بينه وبين روس 1 وروس 2. ايه الفيرجنز اللي هنشتغل بيها. تمام. برضه هيبقى فيها الجزء ريليتد بالانستليشن والسيت اب، احنا ازاي نستول الروس عندنا على الاوبونتو سيستم. يعني اتمنى ان الناس اللي قبل سيشن يوم السبت تبدا تسطب الاوبونتو. تمام. كدول بوت يفضل يعني. بلاش يكون فيرتشوال بوكس يعني او كده. يفضل يبقى دول بوت. لو حد مش عارف الفكره ازاي بيتسطب كدول بوت، هتلاقوا يعني معظم الناس هنا جايين من القناه تقريبا، فهيبقى في فيديو بيتكلم ازاي تنستول الاوبونتو كدول بوت. يعني امشي بس على الستبس وهيبقى الموضوع سهل يعني. الاوبونتو اللي هنشتغل بيه هيبقى اوبونتو 20.04. تمام. يعني يمكن الطريقه اللي كنت بشرحها كانت على اوبونتو 16، بس يا ريت الناس تسطب اوبونتو 20 يبقى افضل. مش هتفرق معانا كتير، بس بحيث نبقى كلنا شغالين بنفس الفيرجن بتاع الروس، لان كل اوبونتو فيرجن بيفرق في الديستريبيوشن بتاعت الروس اللي بنستخدمها. اوبونتو 20 احنا هنستخدم مع روس نيوتك، اللي هي اخر فيرجن من روس 1 ليها سبورت. تمام. وبعد كده بقى في روس 2. تمام. طيب بالنسبة للموديول 2 احنا هنبدأ نتكلم فيها عن الفايل سيستم والايكو سيستم. اوريدي لو حد متابع على القناة هيلاقي ان احنا اتكلمنا في حاجات شبه كده، اللي هو الفرق بين الفايل سيستم والايكو سيستم. لطيف ان انت تبقى عندك باك جراوند في النقطة دي. هنتكلم ازاي الكوميونيكيشن بيحصل ما بين النودز، الباكج، اللانش فايل، الروس ورك سبيس، بعض الديباجنج تولز اللي بنستخدمها زي ارفيز، زي ار كيو تي. دي كلها تعتبر ديباجنج تولز وفيجواليزيشن. ارفيز ده اسمه يعني. ارفيز دي معموله من روس فيجواليزر، يختصر لي كده اصلا. تمام. في ناس كتير ممكن تتلخبط ما بين ارفيز وجازيبو. جازيبو ده سيميوليتور يعني بدل كده ما نجيب الروبوت ده نعمله في الحقيقه. تمام. وفي حاله ان احنا عملناه في الحقيقه ده، فاحنا اوريدي مثلا جبنا كومبوننت ودفعنا فلوس عشان نوصل الكومبوننتس دي ببعضها، وعملنا بيلد للروبوت. ممكن بعد كل ده نلاقي في مشكله مثلا في السوفت وير، او الروبوت ده يخبط في حاجه، خصوصا لو حاجه في الاندستري او كده، لو شركات يعني او لاب بيعملوا. فده بيعلي الريسك ان انت ممكن كومبوننت يحصل لها حاجه، هتعمل حاجه في السوفت وير تلاقي الروبوت خبط مثلا حاجه تبوظ. تمام. يمكن ده على سكيل صغير مش هيبقى مؤثر قوي، بس على السكيل الكبير خصوصا في سكيل الشركات لا بتفرق. تمام. فجازيبو بيحل لنا المشكله دي، ان احنا نقدر نعمل سيميوليشن كامل للروس سيستم اللي احنا عاملينه. تمام. وفي حاجه عندي اسمها جازيبو بلجنز برضو في الموديول اللي بعد ده. جازيبو بلجنز دي بتبقى كده بديل للسنسورز اللي في الحقيقه. يعني بدل ما انا اجيب السنسور في الحقيقه وبيطلع لي داتا، لا، في بلجن للسنسور ده. تمام. تقدر بيبقى موجود جاهز في بلجنز كتير جاهزه، وانت ممكن تكتب بلجن برضو، بس يعني معظم البلجنز اللي هتحتاجها هتلاقيها جاهزه خصوصا في البدايات. بلجن للايدر، بلجن لكاميرا، تقدر تدخله تحطه في الروبوت بتاعك، ويطلع لك نفس الداتا اللي هتطلع لك من الروبوت في الريل. تمام. وتقدر تحرك الروبوت وتحط بلجن لموتورز وكل حاجه. لكن ارفيس بقى الناحيه التانية، ارفيس ده زي ما قلنا روس فيجواليزر يعني هو بيفيجواليز الداتا اللي طالعه من السنسورز دي. هو ارفيس مش عارف مثلا الداتا دي جايه له من ريل روبوت ولا من جازيبو، ما يعرفش. هو ما يقدرش يفرق حاجه زي كده. هو كل الفكره ان هو جاي له توبيك، التوبيك ده مبعوت عليه داتا، هو بيفيجواليز الداتا دي ليك، سواء هي ريل او سيميليشن، هو ما يفرقش معاك الكلام ده. تمام. حتى لو باجد فايل، يعني هنعرف بعد كده ان في حاجه اسمها باج، بتقدر تخزن فيها داتا من سنسور معين مثلا وتعرضها بعد كده. تمام. فارفيس ده زي ما بنقول هو ملوش دعوه بالسيميليشن خالص، ده فيجواليزر.
بتقدر تعرف منه او تفيجوالايز منه عشان الديباجنج يعني، وعشان تشوف ايه اللي بيحصل في الروبوت بتاعك، الداتا اللي عندك. تمام. لكن الجازيبو زي ما قلنا كده هو بديل للريل روبوت، يعني احنا لو شلنا جازيبو هنحط مكانه ريل روبوت، لكن ارفيز مش يعني مش بديل لحاجه، هو موجود في الحالتين. تمام. ده باختصار يعني. بعد كده طبعا هنتكلم على الاجزاء دي بالتفصيل. اه زي ما قلنا هنتكلم برضو عن النودز والكوميونيكيشن ما بينهم، الرو سكور والحاجات دي. تمام. في موديول 3 بقى هنبدأ ندخل في الديفلوبمنت بتاع الروس. هنتعلم الاول ازاي نكتب روس نود ببلشر والسبسكرايبر بالسي بلس بلس والبايثون. تمام. هناخد الاكزامبلز بتوعهم يعني. هنعمل زي كاستم ببلشر كده يعني. هناخد بقى، احنا خلاص عرفنا التمبلت اللي معانا اللي بنستخدمها. هنبدأ بقى نعدل على التمبلت بتاعت الكود دي بحيث ان احنا نبعت كاستم داتا خاصة بينا. تمام. آه، في الببلشر طبعا والسبسكرايبر هنعمل حاجة اسمها كاستم مسج، هنعرفها بعدين. هنتعرف على حاجة اسمها الروس سيرفيس او روس سيرفيس وسيرفر. عندنا بيبقى فيه حاجة اسمها سيرفر وفي حاجة اسمها كلاينت. تمام. وفي الاخر خالص ده برضو من الاجزاء اللي اتضافت ان احنا هناخد الروس اكشنز. ممكن ما نشرحهاش في الموديول ده يعني. ممكن يعني بصوا يا جماعه الموديولز متقسمه بالترتيب، لكن مش لازم كل الحاجات اللي فيها هتتشرح بنفس الترتيب اللي مكتوب هنا. يعني ممكن لو انا شفت ان الجزء ده ادفانسد او انا عارف ان الجزء ده ادفانسد مثلا في الاكشنز، فمش هشرحه في الاول. تمام. ليه؟ عشان ما نبقاش بنطول قوي فالناس تزهق، يبقى كل السيشنز ورا بعضها كودينج كده ورا بعضه، فالناس تبدا تزهق. فلا يعني ممكن نبدا مثلا بالببلشر والسبسكرايبر وبعد كده السيرفيس. تمام. بحيث الناس يفهموه كويس ويحلوا الاساينمنت بتاعهم ونراجعه، لان هيبقى في اساينمنت طبعا كودينج على كل الكلام ده ببروجكت. يعني هيبقى غالبا البروجكت اللي على الجزئيه دي انك هتعمل روبوت بيافويد اوبستكل. يعني نحط قدامه، تعمل كود كده لروبوت بيافويد اوبستكل، تحط قدامه مثلا حيطه كده في جازيبو وهو يقدر يشوفها ويافويد الحيطه دي ويكمل. تمام. بس الروبوت اللي هنستخدمه مش هتبقى انت اللي عامل له بيلد فروم سكراتش، لان لسه انك ازاي تبيلد روبوت دي في الموديول اللي بعده. تمام. في الموديول ده بقى اللي هو بتاع الروبوت موديلنج باليو ار دي اف، زي ما كنا بنقول ان الديزاين اللي احنا مثلا 3 دي ديزاين اللي احنا عملناه على سوليد ووركس او ايا كان البرنامج اللي بنستخدمه يعني، فالديزاين اللي معانا ده ما ينفعش يشتغل في السيميليشن، او ما ينفعش السيستم الروسي يتعرف عليه على طول. لازم تحوله من 3 دي ديزاين لحاجه اسمها يو ار دي اف. تمام. يو ار دي اف اللي هي اختصار ليونيفايد روبوت ديسكريبشن فورمات. تمام. فهنبدأ طبعا نشرح اليو ار دي اف بيتكتب ازاي، ايه الفرق بين الجوينتس الفيكسد جوينت والجوينت الموفابل يعني، او اللي تقدر تحركها، اللينكس، السنسورز اللي بتقدر تحطها على الروبوت. وطبعا هنعمل فيجواليزيشن لليو ار دي اف ده عن طريق الارفس. تمام. ممكن نضيف سيشن عشان في ناس كتير تقريبا عندهم شغل مشاريع تخرج هيحتاجوا السيشن دي، يعني ان هو ازاي تحول مثلا من سوليد ووركس ديزاين تعمل له اكسبورت من سوليد ووركس از يو ار دي اف. تمام. هو في اوريدي بلجن كده في السوليد ووركس بيقدر يعمل حاجه زي كده اسمه يو ار دي اف اكسبورتر. بس الفكره طبعا بعد ما تعمل له حتى اكسبورت للديزاين بتحتاج تضيف له البلجنز وتعدل على الفايل اللي اتعمل له اكسبورت ده. فمحدش يعتمد ان هو مثلا ده في اكسبورتر فهو هيطلع لي الديزاين جاهز. لا، محتاج تبقى انت فاهم يو ار ديف كويس، لان هتلاقي في حاجات محتاج تعدلها في الانيرشيا او في الماس. تمام. لان انت السيميوليشن ده بيتعامل مع فيزيكس. يعني مثلا لو انت السنتر بتاع الروبوت مثلا وانت بتعمل له اكسبورت ما كانش مظبوط، هتلاقي مثلا الروبوت بيتقلب على ظهره مثلا يعني. تمام. فانت مش عارف هو بيتقلب على ظهره ليه، لان انت عامل
مش عامل السنتر في ال في السنتر اوف جرافيتي، مش ظابطه مع بعضه، مش عامل السنتر بتاع الروبوت في السنتر اوف جرافيتي، فتلاقي الروبوت مثلا بيميل لورا او بيتقلب لورا. تمام. هتحتاج اوريدي تعدل عليه عشان تضيف البلجنز الفايل ده. فمحدش يعتمد على التول دي يعني، هي بس بتساعدك تطلع الديزاين بتاعك، لكن بعد كده انت هتحتاج برضو تكتب بايدك تشتغل يعني. تمام. دي الجزئية اوريدي اتكلمنا عنها، ان احنا هيبقى عندنا نقدر نعمل زي سيميليشن للسنسورز عن طريق البلجنز يعني. هيبقى في جازيبو موديلز برضو، ان انت تبني وورلد بقى كامل في جازيبو عشان تتست مثلا مستشفى او المكان اللي انت هتشغل فيه الروبوت يعني. تمام. هنعمل سيميليشن للديفرنشال درايف روبوتس، اللي هي الروبوتس اللي بتقدر تتحرك بتو ويلز. تمام. او تو موتورز يعني. ماشي. مفيش حاجة، احنا يعتبر اتكلمنا اصلا عن الجزئية دي اوريدي، فمش هنطول فيها ك introduction يعني. هنيجي بقى للجزئية بتاعت الديفرنشال درايف. دي تعتبر من الاجزاء المهمة، خصوصا لو انت هترجع تعمل الروبوت بتاعك ده في الريل. آه، يعني لو حد شغال سيميليشن مش هتبقى مهمة قوي بالنسبة له، او مش هيحس باهميتها، لان اهميتها زي ما قلت هي في بتستخدمها اكتر في الريل، لان السيميليشن موجود فيه اوريدي بلجن بيحط لك الموتورز. يعني انت مش محتاج تركب موتورز بايدك، ده سيميوليشن، فهو اوريدي حط الموتورز وحط البلجن بتاعها، فعوضت مكان الديفرنشال درايف ده. لكن انت لما تيجي تطبق الروبوت بتاعك في الريل، هتواجه مشكله انك عملت اوريدي السوفت وير بتاع الهاي ليفل، اللي هو اي سوفت وير بيتحط على على الكمبيوتر، سنجل بورد كمبيوتر زي راسبيري باي، زي اللابتوب، اي حاجه، اي كمبيوتر. ده بنسميه جزء الهاي ليفل في الروس. تمام. اي جزء بيتحط على او بيبقى موجود على المايكرو كنترولر بقى اللي تحت، زي مثلا الاردوينو، زي اس تي ام، الحاجات دي، ده بنسميه لو ليفل. تمام. الهاي ليفل ده اللي بيبقى موجود عليه الالجوريزمز بتاعتك، النافيجيشن، لو في حاجه بتعمل مثلا في حاجه فيها ديب ليرنينج مثلا، بتعمل ديتكشن لبني ادم، او عامل موديل مثلا بيديتكت الحاجه معينه، كل ده بيبقى على الكمبيوتر بتاعك فوق، اللي هو بنفترض ان هو راسبيري باي مثلا. تمام. لكن لما تيجي بقى لجزئيه اللو ليفل، فانت محتاج تعمل انترفيس، او تاخد الفيلوسيتي اللي بتتبعت يعني، لان الهاي ليفل ده مثلا بيبعت لك في الاخر لينير فيلوسيتي وانجلر فيلوسيتي للروبوت. تمام. بيعتبر الروبوت ده كانه بارتيكل كده، كانها نقطه، هو ما يعرفش هي فيها كام ويل، ما يعرفش ايه الموتورز اللي متركبه، ما يعرفش الكلام ده. هو في الاخر بيبعت لينير سبيد وانجلر سبيد. فانت محتاج، ده بنسميه يوني سايكل موديل. فانت محتاج بقى تحول اليوني سايكل موديل ده لديفرنشال درايف موديل، اللي هو هنشرح ده الجزء اللي هنشرح فيه الايكويشنز بتاعتها، ازاي بيتم التحويل من يوني سايكل ديفرنشال درايف والعكس. عشان انت بعد ما بتحول من من الهاي ليفل للو ليفل، بتحتاج تبعت الفيدباك داتا، اللي هي الداتا اللي جايه لك من الانكودر مثلا، بنسميها الاودومتري، فتحتاج تعمل التحويله دي تاني بس في العكس. تمام. عشان الهاي ليفل يعرف الروبوت وصل لفين. تمام. تبقى كلوزد لوب كنترول يعني، مش اوبن لوب، ان هو بيبعت مثلا سبيد وما يعرفش ايه اللي حصل. تمام. عموما في يعني هنشرح ده مقدمه عنها، بس هنشرحها طبعا بالتفصيل. ودي مهمه للناس اللي هو هيشتغلوا في الريل وورلد يعني، عايزين يعملوا روبوت في الحقيقه، او عندهم مشروع تخرج كده. انا اوريدي مجهز يعني، في كود انا عامله على الاردوينو ومشغلته على الروبوت عندي وكده. فممكن هبقى اشير الكود ده معاكم ونعمل سيشن كده عن الروس سيريال، وازاي بنربط الهاي ليفل باللو ليفل. تمام. بالمناسبة لو الروبوت، انت لو شغال هاي ليفل والروبوت بتاعك اشتغل في السيميوليشن، فانت كده بنسبة 90% لو اللو ليفل بتاعك مظبوط، الروبوت بتاعك هيشتغل في الحقيقة. تمام. لانك كل الفكرة انك الكود او الباكجز اللي انت شغلتها في الهاي ليفل دي، هتاخدها تحطها بس على راسبيري باي، او لو نفس اللابتوب هتحطه على الروبوت، يبقى انت خلاص كده الهاي ليفل جاهز مع شويه تغييرات بسيطه. الفكره كلها او اللعب كله في اللو ليفل، الشخص اللي هيعمل الجزئيه بتاعت اللو ليفل دي. تمام. في الموديول ده بقى، ده هنتكلم عن
الموشن بلاننج طبعا هيبقى فيه قبل الموشن بلاننج هيبقى فيه المابنج، ان انت ازاي تعمل تبدأ ترسم ماب. الماب اللي هيتحرك فيها الروبوت، الماب بتبقى بنفس الشكل ده تقريبا. تمام. هنعرف الباكج اللي بنستخدمها للمابنج، وازاي تتيون البارامترز، وايه اهم بارامترز. طبعا انا هبقى معاكو يعني هعمل الكلام ده، بس مش هديك الفاليوز بتاعت البارامترز، هديك مثلا فاليوز مش صح، وهتبدأ انت تطبقه عندك وتتيون البارامترز وتحاول تطلع احسن نتيجة يعني. تمام. ده للمابنج. طبعا بندخل بقى في الباس بلاننج، يعني ان الروبوت يقدر ينافيجيت اوتونوماسلي من بوينت لبوينت تانية. يعني انت يبقى هو في ستارتنج بوينت، وانت تبعت له جول بوينت مثلا في اوضه او في مكان معين، وهو يقدر يوصل له لوحده. ولو قابل اي اوبستكل ما يخبطش فيه. تمام. عن طريق طبعا السنسورز اللي انت اوريدي مركبها، سواء لايدر، دبس كاميرا، على حسب السنسورز انت مستخدمها يعني. في الموديول ده هنبدأ نتكلم بقى ازاي نعمل انترفيسنج للسنسورز بتاعتك. انا اوريدي معايا دبس كاميرا ومعايا لايدر في الحقيقة. تمام. فعشان لو حد برضو هيشتغل في مشروع تخرج بعد كده، هنعمل سيشن كده نشرح فيها ازاي تشغلهم، يعني ايه الباكجز بتاعتهم، بحيث لو انت حتى معاك اي نوع تاني من اللايدرز تقدر تدور على الباكج بتاعتها، وتقدر تبقى عارف هتشغل الدرايفرز بتاعتها ازاي مع الروس. تمام. وتاخد الداتا تستخدمها ازاي مع النافيجيشن. تمام. وطبعا اوريدي الداتا دي السنسورز دي هتبقى موجوده في السيميوليشن يعني. تمام. بس دي عشان نغطي حته لو في حد معاه السنسورز دي في الريل. الموديول الاخير بقى زي ما قلت نفس الكودز اللي احنا كتبناها بالسي بلس بلس في الاول. تمام. هنكتبها بس او بي بقى. يبقى نعمل كلاسز ونحط جوه الروس نوت بتاعتنا، وهنشرح شويه مفاهيم كده في الاو بي بسيطه، والبوينترز. تمام. بحيث ان انت تبقى عارف ازاي وطبعا ازاي تعمل لايبراري بالروس باكج، ازاي تبلدها وازاي تعملها، بحيث ان انت ده بداية الادفانسد، ان انت لو فعلا هتروح تشتغل في شركة او حاجة، هيبدأوا محتاجين منك ان انت تبقى بتعرف تكتب سي بلس بلس كأو بي. تمام. فدي النقطة اللي انت بتبدأ منها تدخل في مرحلة الادفانسد بقى، انك تقدر بالكودينج تعمل اي حاجة بقى. تقدر تكتب تعمل روبوت مانجر يشوف اللوجز، يعمل يبعت جولز مثلا، وبياخد مثلا من يديتكت مثلا شخص ويعمل له فولوينج. تمام. فعلى حسب بقى الابلكيشن اللي انت عايزه، طالما وصلت البوينت ان انت فاهم الكونسبت بتاع الروس كويس، وقادر تكتب كود او نود فاهم كل تفاصيلها يعني، فهيبقى الموضوع سهل بالنسبة لك. تمام. يعني ده كده مقدمة سريعة، حاولت اغطي كل الحاجات اللي هنتكلم فيها. في حد الاول حابب في اسئلة بقى، يعني حد حابب يسأل في حاجة في جزئية في اللي انا قلته مش واضحة؟ تمام. اتفضل. مريض بس ممكن نقدم معاك شوية. نقدم الميعاد. هو بس بعدين بصحى بدري وبسافر وكده، الموضوع صعب أوي. هو المشكلة بس في الميعاد، ان هو في ناس بتبقى داخلة من بره مصر، فبقى الميعاد ده مناسب لكله يعني. طب لو احنا اتفقنا، يعني خلينا نشوف السيشن الجاية لما الناس فعلا اللي هتقدر الكورس، لان في ناس لسه ما اكدتش حجز يعني. فلو اتفقنا على ميعاد مثلا قبل كده وكله ما عندوش مشاكل، ممكن نقدمه. لكن طالما انا بعت ميلز بالميعاد الموجود ده، ما اقدرش اقدمه من نفسي، فاهم؟ بس مفيش مشكلة يعني نتكلم فيها يعني. اتفضل انت. أنا ممكن بس أعرف الكورس هيبقى كام ساعة وهيخلص في قد إيه؟ زي ما كنت باعت في الميل ومكتوب في الفورم، الكورس هيبقى تقريبا مدته شهرين. تمام. هيبقى في عدد الساعات حوالي 35 ساعة، ممكن يزيدوا على حسب لو حد يعني اتفقنا مثلا ان في عايزين نضيف جزئية معينة نشرح حاجة تانية، انا معاكم مفيش مشاكل يعني. لو كله اتفق ان انتوا محتاجينها، مفيش مشكلة، ممكن نشرحها.
يعني. اتفضل. هو احنا في البروجكت بتاعنا اشتغل على اوتونوموس كار، تمام؟ تمام. بس هي في الغالب بتبقى المابنج والبلاننج وكده، فهيبقى اوت دور اكتر ما هو اندور. وهنشتغل على ديستريباي، هل بعد ما نخلص الكورس ده نبقى مؤهلين ان احنا نعمل مشروع التخرج؟ هو مفيش اوتونوموس فيكل هتقدر تشتغل من غير مابنج، لان المابنج بيتبعه حاجه اسمها لوكاليزيشن، يعني الروبوت او الكار دي لازم تبقى عارفه هي واقفه فين. فاللوكاليزيشن ده حاجه اساسيه، مع اختلاف بالظبط. الالجوريزم اللي انت هتستخدمه. يعني الجوريزمز الاندور زي مثلا الجي مابنج هتختلف عن الجوريزمز الاوت دور زي الكارتوجرافر. انا اقدر انت يعني انت تقدر طبعا بعد الكورس انت اوريدي فهمت مثلا الجي مابنج بيشتغل ازاي، وفهمت التي اف 3 وازاي تكونكت الكلام ده ببعضه. فانت اوريدي خلاص، يعني انت الفكره بس مثلا هقول لك مثلا الالجوريزم اللي انت محتاجه كاوت دور حاجه زي الكارتوجرافر، تبدا تروح تشوف الكارتوجرافر دي بتشتغل ازاي، تعمل لها تيوننج وتشغلها على السنسورز بتاعتك بس. فاهم قصدي؟ بالنسبه لموضوع الريسك، ايه؟ موضوع الريسبري، حضرتك كنت بتشتغل على اردوين دلوقتي. لا يا جماعه اتفهم غلط. الاردوينو ده زي ما كنت بقول احنا عندنا جزئين، عندنا جزء الهاي ليفل وعندنا جزء اللو ليفل. الهاي ليفل ده زي ما قلت ده بيشتغل على كمبيوتر، يعني لازم يكون فيه راسبيري باي، لازم يكون فيه لابتوب متركب على الروبوت نفسه، تمام. لكن عشان ما نستخدمش الكمبيوتيشنال باور بتاعه الراسبيري باي او الكمبيوتر ده في حاجات ملهاش لازمه زي ان هي تاخد داتا من سنسورز، فاحنا بنركب حاجه تانية اسمها لو ليفل. اللو ليفل ده بيبقى اردوينو، بيبقى اس تي ام، اي حاجه زي ما انت عايز. فاهمني؟ ده شغلته ايه؟ ان هو اي الكوماندز اللي بيبعتها الروس من فوق، تمام، زي السبيد كوماند يعني او الفيلوسيتي كوماند، هو بيقدر يبعتها يحولها لديفرنشال درايف بالمعادلات اللي انت حاططها عليه، ويبعتها للموتورز. يعني يقول لكل موتور فيهم انت هتتحرك انت بسرعه كذا وانت بسرعه كذا، وتعمل عليه البي اي دي، تمام. وفي نفس الوقت السنسورز اللي انت مركبها زي الانكودرز او الاي ام يو بياخد الداتا بتاعتها، تمام، ويبعتها الهاي ليفل. فتقدر تسمي الاردوينو اللي موجود ده او الاس تي ام ده وسيط، مش هو اللي مشغل الروبوت، ما بيعملش حاجه، هو بياخد كوماند سبيد ويبعت يقول للموتور اليمين او الدرايفر، يقول له الموتور اليمين هياخد سبيد كذا والموتور الشمال هياخد سبيد كذا، لكن هو ما بياخدش اكشن في حاجه. فاهم قصدي؟ وصلت لك؟ اه ده. انا بدي الاردوينو ده كمثال. مش معنى كده انك مشغل الروبوت بتاعك بالاردوينو، لا، انت اللي بيبعت الكوماند ده اللابتوب او الراسبيري باي المحطوطه. بس انت لو بتتكلم في اوتونوماس كار طبعا الراسبيري باي مش هتكفي، يعني لازم جهاز يكون محترم محطوط فيه، تمام. آه، بس لكن كده كده انت هتحتاج له ليفل، لانك ما ينفعش تسحب الكمبيوتيشنال باور الريسورسز دي اللي معاك تضيعها في ان هي بتاخد لك داتا وبتبعت داتا. انت كده بتستهلكها في حاجه الاردوينو بيقدر يعملها، فاهم؟ ففي حاجه يعني مش انجينير وايز خالص يعني. اه تمام. تمام. بس بس ايوه اتفضل. معلش بس كان عندي سؤال بالنسبه لحضرتك قلت في الاول امم. حضرتك محتاج ان احنا نسطب الاوبونتو على ان هو يكون يعني مش يكون فيرتشوال ماشين. امم. فانا صراحه كنت متابع مع حضرتك على القناه، كنت انا سطبت على الجهاز عندي فيرتشوال ماشين اوبونتو. هل ده مش هيكون مناسب مع الكورس؟ يعني افضل ان انا اسطب حضرتك اوبونتو 20 ولا اكمل ادام هو مسطب؟ والصراحه جربت عليه بعض الحاجات اللي حضرتك كنت شارحها على القناه على اليوتيوب وكان شغال معايا تمام. يعني هل افضل انا اعمل اوبونتو 20 لو كان اجرب يعني؟ بس بص، حضرتك هو الفكره بس في الفيرتشوال بوكس او الفيرتشوال ماشين، ان هي ما بتقدرش، يعني هو يعني كانه كده اوبريتنج سيستم شغال على اوبريتنج سيستم تاني، فبيبقى يقدرش يستخدم الريسورسز كلها. فبتلاقي انت مثلا في الحاجات البسيطه اللي كانت على القناه بيشتغل، لكن لما نيجي ندخل في جازيبو هتلاقي الدنيا معاك بطيئه شويه، مش هتلاقيه. هو آه، فعلا انا حسيت، انا لما عملت شويه حاجات على الجزيرة شويه لقيته تقيل، يعني فعلا حسيت ان بالظبط. هو تقيل. فده ليك انت، اه لكن مش هيمنع الكورس في حاجه، انا عشانك انت ما تزهقش، عشان ما تبقاش شغال وتلاقيه قفل منك، تلاقي مشكله حصلت. ف هو ف فعلا كان لما كنت بحط حاجه بيقفل لوحده، تلاقيه بالظبط. هنج وقفل لوحده. اه بالظبط. تمام. فعشان كده بقول يفضل ان انت
تعمل انستوليشن كدول بوت. لكن هيفرق معانا في الكورس؟ لا بالعكس، انا ممكن هديك يعني حاجات تانية، اللي هو في حاجه في اصلا سيرفرز موجوده اونلاين، ممكن يعني زي موقع كده تشتغل عليه، تجرب عليه لحد مثلا ما تعمل دول بوت او حاجه. اعمل بنفس خطوات حضرتك كنت قايلها على اليوتيوب، الخطوات اللي هي اه بالظبط. اه تمام. بس اوبونتو على اوبونتو 20. اه هو بس انا كنت شارح على اوبونتو 16، فانت هتعمله على اوبونتو 20. تمام. هل في حاجه خطوات تانية يعني نفس الخط بس هتلاقي نفس نوع الاوبونتو؟ الستبس بنفس الصفحات، يعني مش هتفرق، لا ما تقلقش. تمام. طب انا بس عندي سؤال لحضرتك. كنت قلت انواع السنسورز اللي هنستخدمها، كان اللايدار والديبس كام. بالظبط. طيب هل ممكن الالتراسونيك هيتضاف يعني، ولا التيوبو بس يعني الالتراسونيك، ولا ده دلوقتي بص كل حاجه؟ انا هشرح. انت يعني لما ندخل في الكورس هتلاقي ان احنا بنتكلم في اللايدر مثلا والدبس كاميرا، لان دول اه بيعتبروا الاساس، يعني الداتا بتاعتهم هي اللي بيستخدمها النافيجيشن سيستم كليزر سكان او بوينت كلاود، دي هنشوفها بعدين. فاي داتا تمام تانية بتاعت سنسور انت في الاخر هتبعتها، يعني التراسونيك، اي سنسور تاني، فانت في الاخر هتبعتها رادار مثلا، هتبعتها وتحولها يا اما البوينت كلاود يا اما الليزر سكان. يعني هتوصل في الاخر ان انت مش هتفرق معاك، انت مثلا تعمل لها انترفيس تركبها على اردوينو وتوصلها بالروس سيريال بالهاي ليفل، وتاخد الداتا اه دي تحولها الليزر سكان مثلا. تمام. طب تمام. سؤال لحضرتك، هل الليدار ممكن يكون بديل للديبس كاميرا، او يعني ولا هل ممكن استخدم الاثنين مع بعض كانتجريشن مع على بعض؟ حسب الابلكيشن بتاعك، وعلى حسب الريسورسز اللي معاك كومبيتيشن، انت بيحكمك في الاخر. انت مستخدم يعني مستخدم ايه، مستخدم راسبيري باي، مستخدم جيتسون نانو، الابلكيشن بتاعك محتاج ايه، يعني مثلا الرادار او اللايدر كفيل ان هو يافويد كل الاوبستكلز، ولا في بلايند بوينتس ليه وهو ما بيشوفهاش وممكن يبدا يخبط. تمام تمام. تمام. ماشي، شكرا. العفو. ايوه في حد تاني كان رافع ايه تقريبا. أيوة دكتور. ايوه يا باشمهندس. وسمعت كنت عايزة أسأل عن حضرتك لما قلت إن أنت معاك الكاميرا والليدر، بحيث إن أنت تشتغل عليهم سيميوليشن بس ولا هاردوير برضه؟ لا معلش بالباي. هوريكوا ازاي بص، هي الفكره، بس هي واصله غلط، الناس فاهمه ان الراسبيري باي ده ده الهاي ليفل. بصوا يا جماعه، الحاجه ما دام اتعملت، ما دام قدرت توصلها باللابتوب بتاعك وشغلتها، يبقى هتشتغل على الراسبيري باي، هتشتغل على اي حاجه. اللي انا ممكن اديه لكم في الراسبيري باي ان انا اقول لكم بس ازاي تعملوا انستوليشن للاوبونتو سيستم عليه، لكن هو نفس الاوبونتو اللي انت مسطبه على اللاب عندك. فانت لو قدرت تشغل السنسور ده وتنزل الباكج على اللاب عندك واشتغل، يبقى هيشتغل على الراسبيري باي، فاهمني؟ ده كمبيوتر وده كمبيوتر. هو أصلا عندنا في الكلية بيفضلوا إن إحنا عشان خاطر قسم اتصالات، فإن إحنا يعني الجزء بتاع السيميوليشن ده لوحده شوية، إن إحنا أصلا مش طالبينهم عندنا في الكتاب أو في مشروع التخرج، طالبين هاردوير على طول. امم عشان ما ما هو انت يبقاش فيه تضييع في الوقت، فهم شايفين ان الجزء ده ان احنا نبدا هاردوير على طول، حتى كل الناس عملت كده. فاحنا كنا عايزين كل ده بحيث ان احنا نفهم وبعد كده ان احنا نطبق على الهاردوير. ما هقول لك، انا الفكره اللي بتكلم فيها ان انا مثلا معايا السنسورز، فانا هشغلها عندي على الاوبونتو اللي على اللابتوب. تمام. فنفس الاوبونتو ده متسطب على الراسبيري باي بنفس النسخه بنفس كل حاجه. انا كل الفكره بس هقول لكم ازاي تسطبوه، هديكم هقول لكم ده الاوبونتو 20 بتاع الراسبيري باي، وازاي تعملوا له الانستوليشن، وازاي تسيت اب الانفايرمنت بتاع الروس. انت كده معاك اوبونتو زيه زي اللي على اللاب، نزل نفس الباكج دي هتشتغل معاك، وانا معايا الهاردوير، معايا الكاميرا ومعايا اللايدر، فهوصله لكم تشوفوه بس. تمام، يعني احنا نقدر نشتغل مع السيميوليشن برر الهاردوير. ايوه هيبقى في سيشن في النص، عشان في ناس كتير طلبتها مع ازاي تسيت اب الراسبري باي. وفي ناس كتير عندها مشاريع تخرج، فقررت اضيفها، يعني مفيش مشكله يا جماعه، أنا لو في حاجه لصالحكم انتوا وحابين نضيفها هضيفها، مفيش مشاكل. تمام. يعني الحوار معاك الغار والأوبري بوي، ينفع تعمل كليك في مكان الديبس كمان؟ ما يعني هي الكليك الكونكت ديبس كاميرا. يدينا كويس. مش فاهم ايه. لا يعني الريل سنس كمان. الريل سنس، قصدك تستخدم الكونكت بدلها؟ بالظبط اه كده. مفيش مشكله، مفيش مشكله، ما هو الاتنين ديبس، بس هي الريل سنس يعني حاجه يعني. أنا عارف إنها ممكن تكون بس سعرها غالي. ما بالظبط، لا ما يعني كسكيل مشاريع انت مش محتاج تجيب ريل سنس، ما تعملش كده يعني.
انت كمان مش الريل سنس اصلا شغال بالريل سنس. الريل سنس على فكره هي مقرفه جدا، الكونفيجريشن بتاعها رخم، و يعني انا يمكن خدت مني وقت كتير في الاول في الشركه حتى عندنا. وبتسحب كومبيتيشنال باور عاليه عشان تشغلها، الدرايفرز بتاعتها بتلاقيها بتسحب جامد من الجهاز، من السي بي يو او الجي بي يو بتاعك. فهي مش حاجه لطيفه على فكره، يعني الريسنس مش مناسبه للمشاريع. لازم يبقى يعني لو شركه بقى وعامله جايبه كمبيوتر تحطه على اللابتوب على الروبوت وكده يعني. هو انا معايا اللي هو الارتيلري اي 1 الايه. ما هو ده اللي معايا، ده اللي كده كده هنشرح بيه، ومعايا الكونكت برضه هنشرح بيه. انت اي بقى هاردوير تاني تقدر تجيب له الباكج بتاعته، هتلاقي يعني الشركه عامله سبورت للباكج بتاعته. و... وانت اوريدي فهمت الفكره ازاي تانستول الدرايفرز والباكج بتاعته، هتقدر تشغلها يعني. باشمهندس حضرتك، انا بس كان عندي سؤال لحضرتك. اتفضل. انا بس كان حضرتك السوليد وورك، هل ممكن لو في برنامج تاني زي الانفنتور مثلا، هل ممكن اقدر اعمل اكستراكت لليو ار دي اف منه، ولا اه السوليد وورك؟ هتلاقي فيه يعني دور. انا ما جربتش الانفنتور، بس دور كده اكيد هتلاقي فيه اكسبورتر ليه. ما لقيتش اكسبورتر ممكن ت... انا اللي اعرفه ان في الفيوجن، وفيه للسوليد ووركس، دول اللي انا اشتغلت عليهم بايدي. الانفنتور ما جربتش بصراحة، بس حتى لو ما فيش هت اكسبورت الاسمبلي بصيغة يقبلها مثلا السوليد ووركس، وتطلعه من السوليد ووركس. فاهمني؟ تمام تمام لها حل يعني. تمام. هو ساعات بحس ان الانفنتور شويه اسهل من السوليد وورك يعني، فكنت بسال يعني الجزئيه اعمل دي الديزاين ما زي ما قلت لك، اعمل الديزاين بتاعك، وفي الاخر اعمل له اكسبورت بصيغه يقبلها اي برنامج تاني، وطلعه منها يو ار ديف. تمام. طيب انا كنت بسال حضرتك، هل الروس متعلق بس بالموبايل روبوت؟ يعني مثلا الحاجات اللي هي الروبوت اللي في الصناعه، اللي هي ايوه طبعا، كل المعظم يعني بلاش كل، بس معظم الروبوتس اللي شغاله في الاندستري دلوقتي شغاله اه بروس. والناس بدا كمان ابتدت تروح كشركات يعني ابتدت تروح للروس 2. حتى احنا كشركه يعني رايحين للروس 2 دلوقتي. تمام. تمام تمام حضرتك. انا مثلا طبعا كان معتقد ان الروس اكتر خاص بالموبايل روبوت اكتر من الاندستريال روبوت او الحاجات اللي هي الروبوت لا الصناعيه. لا، بالعكس، اه الارم روبوتس بيدخل فيها الروس، وليها باكج اسمها موفت. يعني احنا مثلا هنشتغل على على الموف بيز بتاعت دي الخاصه بالنافيجيشن وكده، دي بيبقى اسمها تمام. ميتا باكج. الباكج الريليتد بالارم روبوتس مثلا اسمها موفت. تمام. مم. بس هي مش ده مش تارجت عند في الكورس بتاعنا، هو اوتونوماس موبايل روبوت. يعني انت ممكن بقى بعد بما انك اوريدي عارف الاساسيات وفهمت الدنيا، عايز تروح على موفت وتجرب ارم روبوت. تمام. تمام حضرتك. تمام. تمام. شكرا جدا يا استاذ، شكرا العفو. جدا يعني شكرا. لا لا، عفو، تحت امرك. ايه هندسه؟ اتفضل. هو انا حابب بس هنضطر لسنسور الجي بي اس 106 انا مش 106 قصدي. انا ما سمعتش كويس، بس الصوت مش واضح. احنا خلال الكورس هنشتغل على سنسور الجي بي اس 106 السنسور بتاع ايه؟ مش عارف سنسور ايه ده. جي بي اس؟ لا، الكورس بتاعنا مش محتاج ان احنا نشتغل على جي بي اس، بس انا هوريك ازاي تعمل له انتجريشن لو حابب في اللوكاليزيشن سيستم بتاعك. بص، هي الفكره ان انت انت تفهم الاساسيات، واي حاجه انت عايز تضيفها بعد كده الباكج بتاعتها موجوده. بس انت لو مش فاهم اصلا ازاي الباكج او ازاي النود بتكلم نود تانية، وازاي تشغل باكج، وازاي تعمل لها اوبتمايزيشن، هتانتجريت اي سنسور جديد ازاي. انا مش هقدر اشرح كل السنسورز، فاهمني؟ بس انا هديك الاساسيات اللي تشغل بيها اي سنسور تاني. وصلت الفكره؟ تمام. في اي اسئله تانية؟ حد حابب يسال على اي حاجه؟ في اي حاجه مش واضحه جزئيه الهاردوير عشان الناس بتسال فيها؟ لا انا زي الفل. طيب تمام جدا. شكرا شكرا انا حضرتك تحت جدا. انا تحت امرك. وانا باذن الله السيشن دي هتترفع برضو على الجروب، بحيث لو حد ما حضرش او ما عرفش يحضر وكده. وميعادنا باذن الله من السبت الجاي. في حد يعني
معانا يعني هيتواصل معاكم من السيلز والماركتنج وكده، هيتواصلوا معاكم بحيث ياكدوا الحجز وكده. ف باذن الله يعني على ميعادنا بقى السبت الجاي. تمام. باشمهندس انا ممكن اوصل مع حضرتك على الخاص؟ مفيش مشكله، مفيش مشكله، تحت امرك. الرقم بتاعي اللي هو اللي انا بتكلم منه اللي هو يعني هو رقمين تبعي، بس انا الرقم اللي انا البرايفت اللي انا برد عليه اللي هو اللي اتكلمت منه على الجروب ده. تمام، مفيش مشكله. لو حد حابب يسأل في اي حاجه انا معاكم. يعني اعتبروا الشهرين هو اللي احنا واتساب بس في صح؟ الكورس ايه. اتفضل بتقول ايه. واتساب بس صح؟ اه هو غالبا يعني الرقم التاني ده هتلاقيه شغال واتساب بس. عشان لو الرقم واتساب بس. ايوه هو شغال واتساب وشغال مكالمات، بس غالبا هتلاقيه غير متاح معظم الوقت يعني. فلو في حتى محتاج نقعد نتكلم او حاجه ممكن نبقى في ميتنج او وقت الاسئله، مفيش مشكله يعني. طب انا ممكن ارن على حضرتك دلوقتي؟ هو بس عشان في ميتنج تاني انا داخله كمان شويه، طب نخليها مثلا بكره او حاجه يعني. ابعت لي بس على الواتساب ونتفق. تمام.